مساءكم سعيد أيها الفضلاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة التي نسلط فيها الضوء على القارة الإفريقية. في السنوات الأخيرة الماضية نتحدث على تغيير كبير في القارة الإفريقية، لا سيما مع الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تعطي اهتماما كبيرا لإفريقيا. لماذا إفريقيا وليست آسيا وليست أمريكا وليست أوروبا؟ أوروبا، ونحن نعلم جيدا وأنتم تعلمون جيدا أن أوروبا تتغذى على الأزمات. أوروبا، أغلب الدول الأوروبية العظمى، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هذه الدول تتغذى على الأزمات، على الحروب. إذ لم يكن هناك أزمات في العالم أو حروب في العالم، فأوروبا ستظل فاقدة للوعي، ستظل فاقدة للوعي. فالتواجد الروسي الأوكراني واصطدامهما معا حرم أوروبا من العديد من الموارد، خاصة الموارد الطاقية والغذائية. هذا الحرمان جعل الدول الأوروبية تجدد بيعتها وتجدد تأكيدها للدول الإفريقية التي أخذت منها الكثير من الثروات وأخذت منها الكثير من المستقبل الزاهر. نحن نتحدث على إفريقيا التي تشكل ثلث العالم من المعادن، من الثروة، ثلث العالم من الثروة. تصوروا معي أن إفريقيا تمتلك 65% من الأراضي الصالحة للزراعة. 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم توجد في إفريقيا. هذه المساحة لو استعملت، لو وظفت، لأطعمت العالم. لكن انظروا إلى إفريقيا، انظروا إلى شعوب إفريقيا، انظروا إلى ما آلت إليه الأوضاع في إفريقيا. أغلب شعوبها يموتون جوعا وفقرا، رغم أنهم يمتلكون 67% من الأراضي الصالحة للزراعة، فأغلب شعوبها يموتون جوعا وفقرا. لكن هنا يأتي السؤال، وليس سؤال، عديد من الأسئلة: كيف ستوظف الأنظمة الإفريقية أو القيادات الإفريقية هذا التسارع العالمي على القارة الإفريقية؟ وكيف ستحول هذا التسارع إلى مصلحتها ومصلحة شعوبها، وأن توظفه من أجل تنمية بلدانها وشعوبها؟ هذه الأسئلة طبعا لا يمكن الإجابة عليها اليوم، ولكن السنوات التي ستأتي وستتعاقب هي التي ستجيب لنا على هذه الأسئلة. هل فعلا استطاع القيادات الإفريقية أن يوظفوا هذه الصراعات العالمية حول القارات وحول نفوذ القارة الإفريقية، أم أن قيادتها باتت مهتمة فقط بتنمية شكلهم وبطونهم ومصالحهم وبزنسهم كما كنقول؟ كما كتعرفوا بأن التواجد الفرنسي منذ الأزل، يعني منذ الاستعمار ومنذ دخول فرنسا إلى إفريقيا وتدمير إفريقيا ونهب إفريقيا وخراب إفريقيا، ما زال إلى يومنا هذا الاستيطان والاستعمار الفرنسي متحكم في العديد من الدول الإفريقية، في العديد من الدول الإفريقية. ولا يمكن أن نقول بأن الانقلاب التي حدث بمالي والنيجر والصومال وبوركينا فاسو هو نهاية يعني التواجد الفرنسي بهذه الدول. لا يمكن أن نقول هذا، رغم أن هناك تواجد أخر معادي مع بعض. ولكن أنا ما أخشاه في إفريقيا هو أن تتحول إفريقيا ما تحولت عليه الشرق الأوسط. هذا ما أخشاه، لأن تتحول إفريقيا ما تحولت عليه بلدان في الشرق الأوسط. تحولت روسيا الآن، سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وحتى مصر، يعني أصبحت دول بدون هوية. الثروات المعدنية والطاقية والفلاحية في هذه الدول من الذي يستنفع منها؟ تستنفع منها دول أوروبية وأمريكية وروسية وصينية، بينما الشعوب العربية المتواجدة في المنطقة أصبحت تتغذى من القمامة، وأصبحت يعني في مهب الريح، سوريا، العراق. عندما نتحدث على سوريا والعراق فنحن نتحدث
على حضارات عريقة، نتحدث على دول كبرى. عندما نتحدث على مصر فنحن نتحدث على دولة لديها علم مسجل باسمها، حضارة، دولة كانت تصدر القمح إلى العالم. مصر كانت تصدر القمح إلى العالم. انظروا الآن إلى مصر، إلى أحوال الشعب المصري، انظروا إلى سوريا، إلى العراق، انظروا إلى لبنان، انهيار الشعب بشكل كلي. وفلسطين أنتم تعرفون القصة والقضية، والخوض في هذا المجال هو طويل جدا. إذا ما أخشاه للقارة الإفريقية هو أن تتحول ما كانت عليه الدول في المشرق العربي، دول كانت هادئة، كانت ماشية في طريق النمو شيئا فشيئا، ولكن بين ليلة وضحاها أصبحت مخربة، وأصبحت ثرواتها في أيدي الغرب وفي الصين وفي الروس وفي الأمريكان. هذا ما أخشاه. على الأنظمة الإفريقية أن تكون حكيمة، أن تتصرف أولا في مصلحة شعوبها ومصلحة بلدانها، أن تعمل على تنمية شعوبها، أن تحاول بناء البنيات التحتية، وأن تحاول الانفتاح والانسجام مع بعضها البعض. إفريقيا قبل أن تنفتح على القوى العالمية، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين وغير ذلك من الدول المتطفلة التي دخلت إلى إفريقيا كالكيان الصهيوني وتركيا وغير من الدول، على هذه الدول الإفريقية أن تكون منفتحة على بعضها البعض، أن تكون الدول الإفريقية منفتحة على بعضها البعض. فمثلا التحالف الذي دعا إليه المغرب، وهو الساحل، دول الساحل الإفريقي، عندما هناك تحالف بين دول الساحل الإفريقي. هذا التحالف يجب أن يتم تقويته، يجب أن يتم تطويره، يجب أن يتم استنفاع واستخراجه بأفكار تكون في صالح الشعوب الإفريقية. عندما نتحدث عن الساحل الإفريقي نحن نتحدث على الموقع الاستراتيجي للقارات الإفريقية مع قارة آسيا ومع قارة أوروبا، هذا ما أعتقد. ولكن هذا التحرك، هذه الانسجام لا يجب أن تكون إلا بانسجام الدول الإفريقية وبانسجام القيادات الإفريقية. أقول بانسجام الدول الإفريقية وبانسجام القيادات الإفريقية. في حالة الصراع بين الدول الإفريقية والقيادات الإفريقية فهذا الصراع سيستغل، كن على يقين بأن هذا الصراع سيستغل من القيادات والكيانات العالمية التي تريد ثروة إفريقيا وتريد أن تستنزف ما بقي من ثروات المعدنية والطاقية والأحفورية بإفريقيا. فعندما نتحدث على أن النيجر قطعت الأورانيوم، وهو مادة مهمة أساسية للفرنسيين من أجل الإنارة، عند صعود العسكر في النيجر مؤخرا عندما صنعوا انقلاب على الرئيس محمد بازوم، هذا الانقلاب حسب الأخبار بأنه منذ صعوده ألغى اتفاقية تصدير الأورانيوم والذهاب إلى فرنسا. ونحن نعلم أن الأورانيوم كم هو مهم بالنسبة لفرنسا. الأورانيوم فرنسا تستعمله من أجل استخراج الطاقة الكهربائية، من أجل إنارة وتحريك المعادن وغيره، وتدفئة المنازل وغير ذلك. ففرنسا لديها كما كنقولوا حنا البديل عن روسيا وهي إفريقيا. فروسيا كما نقول بأنها اتجهت إلى إفريقيا من أجل قطع تلك البديل الفرنسي المتواجد بإفريقيا. فنحن شاهدنا كل انقلاب عسكري في إفريقيا يكون هناك رفع للأعلام الروسية، لكن الخطير في الأمر هو أنك هناك لاعب يعمل بسر، يعمل بصمت، وهما الصين استحوذت على نسبة كبيرة من الأراضي ومن الدول الإفريقية. فخطة الصين ليست سياسية، وإنما هي أقوى بكثير من الخطة الفرنسية والخطة الروسية وحتى من الخطة الأمريكية. فخطة الصين تستثمر في البنيات التحتية، تقوم بإنشاء الميناءات والطرقات والمطارات، وهذه الطرقات وهذه الميناءات فهي تظل باسم الصين لمدة تتراوح 40 أو 50 سنة. هي من الناحية العقلية والتقنية زيانة لإفريقيا، لأن الصين ستستغل هذه الميناءات لمدة 20 سنة، وبعد 20 سنة مثلا ستنسحب الصين وستترك تلك الميناءات إلى دولة مثلا
أنغولا، وعندما نقول أنغولا لأن مؤخرا آخر اتفاقية التي عقدتها الصين كانت مع أنغولا، وقامت الصين بتشييد العديد من المشاريع داخل أنغولا، آخرها المطارات والميناءات وغير ذلك من المشاريع. لكن أن تتخلى إفريقيا، أقول أن تتخلى إفريقيا عن مستعمرها السابق اللي هي الفرنسيس والبلجيك والطليان والألمان، فهذا أمر أعتقد أنه صعب جدا في ظل الأوضاع الحالية، لأن الأوضاع الحالية لا تبشر. ما خصناش نجيو ديك القيادة تكون عندها كما كنقولوا حنا تفكير محدود، لا نطلع السلطة غادي نقطع مع فرنسا غادي نقطع، لا، خص يكون هناك تنوير في التفكير، ترشيد في السياسة الخارجية. فإذا قطعت مع فرنسا بإمكانها أنها تقوم بإشعال حرب أهلية داخل البلد، وبالتالي سيصبح البلد أسوأ، سيصبح البلد غير آمن، وستصبح ثرواته تباع في المزادات وفي الأسواق السوداء وغير ذلك. وبالتالي على القيادات الإفريقية أن تكون رشيدة وأن تكون عاقلة في هذه المحطة القادمة. نعم، يجب القطع مع المستعمر، ويجب أن تكون القيادة الإفريقية واقفة على أقدامها وتتحاور من أجل مستقبل قارتها، مستقبل أحفادها، مستقبل أجيالها. يجب على القيادات الإفريقية أن تنهض، أن يكون لديها سيناريو جديد، وهذا ما أتحدث عليه، بأن القارة الإفريقية يجب أن تكون في